معظم الناس بقى بتدور على توليفه بن كده رمضان تروق معاه الدنيا، وفنجان قهوه يعوضك عن القهوه بتاعت طول اليوم اللي انت ما شربتهاش. قوامه حلو، الكافيين بتاعه عالي جدا وبيدي طاقه وباور. 100 جرام من البن البرازيلي اللي هيديك كريمه في القهوه كده وهيظبط الوش بتاعنا وهيخليه كريمي جدا. فهنخش نظبط القوام بقى ب 50 جرام من البن التنزاني اللي هيظبطوا لنا القوام. التنزاني الوسط مزازته قليله جدا ونسبه المراره فيه قليله وقوامه حلو جدا. فخش على اللي بعده، هناخد من الهند الارابيكا 50 جرام اللي هيظبط لنا الكريمه جدا في بتاع القهوه ديت وهيزود نسبه الكريمه، وفي نفس الوقت هيدينا تيست الشوكولاته كده مع الكولومبي بقى اللي هيعلي نسبه الكافيين ويعلي من تيست الشوكولاته في القهوه، وفي نفس الوقت هيدينا مزازه كده ولذه مختلفه في قلب القهوه. هنخش على اللي بعده بقى، هناخد من الهندوراسي 75 جرام. الهندوراسي من انواع البن اللي مزه شويه وفي سنه مزازتها. فتعالى ما اقول لك ممكن نطير المزه دي بايه. لما ناخد 150 جرام من الجيتوميل اللي طعمه مسكر ونسبه المره فيه تكاد تكون مش موجوده، فهيظبط لنا التوليفه دي كلها. وكده احنا عملنا نص كيلو بيرفكت ما فيهوش غلطه. عايزين نحوجها، هناخد 10 جرام من بذور حبان عشان ما نزودش المراره، شويه ورد خفاف جدا، شويه قرنفل خفاف جدا، واحده من جوز الطيب، وعود من الجينسنج كده يدوك طاقه وبار كده عشان لو هتشتغل بعد الفطار وكده.